شاء الله هنعمل مع بعض قرص الأفران بطريقة سهلة جدا بدون زبدة ولا حليب. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض قرص الأفران بطريقة سهلة جدا، هنعملها بدون زبدة وبدون حليب. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق بمج الشاي العادي، عليهم رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار سمسم متحمص ممكن تستغنوا عنه، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق أو بولة وهنزل معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة كبيرة سكر، وهنزل عليهم بمية دافية. دي ميه دافيه استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميره. هقلب كويس جدا وهنزل بمعلقتين كبار زيت، تمام كده. وهنزل بنص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق بمج الشاي العادي، عليهم رشه ملح. وانا بنزل بالدقيق هنزل عليهم بمعلقتين كبار سمسم، وهعجن العجينه كويس جدا لمده 5 دقايق لحد ما تبقى طريه وناعمه ومش بتلزق في ايدي. خلاص عجنت العجينه كويس جدا لمده 5 دقايق لحد ما بقت طريه وناعمه ومش بتلزق في ايدي، والطبق بقى نضيف. هغطيها بكيس واشيلها في مكان دافي واسيبها تخمر لمده ساعتين، وبعد ساعتين هنشوف هنعمل ايه. العجينه بعد ساعتين بالظبط خمرت وتضاعف حجمها. دلوقتي ههبطها، هخرج الهواء منها. خلاص هبطتها وخرجت الهواء منها. دلوقتي هقسمها لكور، حوالي 15 كوره بحجم البرتقانه البلدي الصغيره. وهرص الكور على رشه من الدقيق. ايدك تبقى ميزان، تقسميهم كلهم مقاس واحد. بلمها من تحت كده زي البقجة. خلاص قسمت العجينة ل15 كورة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هغطيها واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بعد ما سبتهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق، دلوقتي هرصهم في صاج دهناه بالزيت. هرصهم بعيد عن بعض حاجة بسيطة. بسم الله. خلاص رصيتهم في الصاج. دلوقتي هضغط عليهم، بفردهم. خلاص فردتهم على الاخر زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هشيلهم في مكان دافي واسيبهم يخمروا لمدة ربع ساعة كمان. بعد ما سبت القرص خمرت لمدة ربع ساعة كمان، دلوقتي هدهن وشها بشوية زيت، حاجة بسيطة كده. ممكن تدهنوا وشها حليب براحتكم، عشان تحمر بس لما تخش الفرن.
خلاص دهنت وش القرص بالزيت. معايا شوكة، هخرم كل قرصة 3 خرام كده عشان ما تنفخش في الفرن. بسخن الفرن على درجة حرارة 200. هدخل القرص على الرف اللي في النص. اول ما تستوي ويحمر وشها هطلعها على طول وهوريها لكم. تمام كده، هدخلها الفرن واول ما تخرج هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي القرص بعد ما استوت وطلعت من الفرن، شايفين شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، والسوا بتاعها مظبوط جدا اهو، وهشه وخفيفه. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل قرص الافران بدون زبده ولا حليب، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.